مرحبا. اليوم بدنا نحل مع بعض تدريبات صفحة 25 لصف السادس. تدرب. أول سؤال عم يحكي لي إنه A B C 3 نقاط على استقامة واحدة كما في الشكل التالي. عندي خط مستقيم، عندي A، عندي B عندي C، والمطلوب ارسم هذا الشكل مثل ما نرسمه على الدفتر. هيدا الخط المستقيم A B C نفسه، هاي الكتاب. B عم يقول لي ارسم نصف المستقيم BC. طبعا نحن بنعرف انه هاي الكتابة بتدل على انه بدايته B وليس له نهاية. نصف المستقيم مثل ما بنعرف له بداية وليس له نهاية. وين بدايته؟ هون هذا القوس هذا B. ارسم نصف المستقيم BC باللون الأحمر. هاي اللون الأحمر بنجي عليه BC. وين بدايته؟ بدايته B. هاي B، وبرسم فوق هاي الخط المرسوم خط أحمر. هيدا هو نصف المستقيم BC، بكتب فوقه BC. نصف مستقيم بدايته B وليس له نهاية. إذن ارسم المستقيم BC، نصف المستقيم BC باللون الأحمر. هي بدايته B ليس له نهاية. وبده يعني ارسم نصف المستقيم BA باللون الأزرق، كمان بدايته B وليس له نهاية، يعني مفتوح من جهة A. هاي اللون الأزرق، هاي النقطة B، من عند B لعند A الأخير، يعني بعلمها باللون الأزرق. هذا اسمه المستقيم، نصف المستقيم BA، له بداية عند B وليس له نهاية عند A. إذن أنا صار عندي نصفي مستقيم، واحد اسمه BC له بداية عند B وليس له نهاية عند C، ونصف مستقيم تاني باللون الأزرق له بداية عند B وليس له نهاية من صوب A. نروح على السؤال الثاني. 2. انقل إلى صفحة بيضاء الشكل المرسوم جانبا. عندي مستقيم D باللون الأسود، ومستقيم L باللون الأحمر، ومستقيم T باللون الأزرق. هذا مثل ما بدنا نشيله ونحطه على الدفتر. هيكو D L T. والمطلوب ما يقل لي وأرمز إلى نقطة تقاطع D و L بالرمز E. بده D و L. هذا المستقيم D، هذا المستقيم L. وين نقطة التقاطع؟ هي المستقيمان المتقاطعان يشتركان بنقطة ليك. هيدا المستقيم D، هذا المستقيم L، بده يعني ارمز له بالرمز E. هي E. إلى نقطة تقاطع L و T بالرمز F. هلا بده L مع T. L وينه L؟ لونه أحمر. هذا هو المستقيم L. بده يعني شوف وين نقطة تقاطعه مع المستقيم T. طبعا مثل ما هو واضح نحن بالشكل هون ماني واصلين مع بعض، بدنا نمدين، فمنمد L ومنمد T. إذن منمد المستقيم L ما له نهاية، فأنا بمده لمحل ما بدي. كمان T مستقيم لا بداية ولا نهاية له، كمان بمده. ليش؟ مشان أحصل على نقطة التقاطع وسميها شو؟ F. إذن الطلب الأول كان بده نقطة تقاطع D مع L. D مع L بيطلع E. هلا الطلب الثاني بده نقطة تقاطع L مع T. L لازم مده، مسك المسطرة حطها على L وبمدها، كمان على T وبمده.
شو بصير؟ بصير عندي نقطة التقاطع وين؟ اسمها F. الطلب الثالث، إلى نقطة تقاطع D و T. D و T كمان بدي اجي انا على المستقيم T ومده حتى يتقاطع مع D مشان نسميها بالرمز G. هيك بيكون خلص معنا هذا السؤال. السؤال اللي بعده، انقل إلى صفحة بيضاء الشكل المرسوم جانبا وأرمز. عندي مستقيم عليه نقطتين A و B، وعندي مستقيم تاني عليه نقطتين R و P. طبعا AB قطعة مستقيمة، RP كمان قطعة مستقيمة. المطلوب رمز إلى نقطة تقاطع AB و RB بالرمز M. AB مستقيم، هيك رمزوا للمستقيم. لما بحط القوسين هدول معناتها هذا مستقيم مار من النقطتين A و B، ولكنه لا بداية له عند A ولا نهاية له عند B. وهذا مستقيم RP. شو يعني؟ يعني هو عبارة عن مستقيم يمر بالنقطتين R و B، ليس له نهاية من جهة R، بداية من جهة R، وليس له نهاية من جهة B. بدي نقطة التقاطع. طبعا أنا لا أعرف نقطة التقاطع، لازم مدن اثنيناتين. هاي نقطة التقاطع، بدي يعني أرمز لها بالرمز M. إذن منزيد طوله للمستقيم من مده، من مد المستقيم المار من RB بيتقاطعون بنقطة اسمها M. الطلب الثاني، إلى نقطة تقاطع AR و B بالرمز N. أول شيء بدي أعرف وينه هذا AR. هي A وهي R، هي A وهي R، معناتها أنا بدي أرسم مستقيم مار من A و R. هذا المستقيم المار من A و R. وبدي مستقيم تاني مار من B. هي B وهي B. ضل بزيد طوله، طبعا انتوا بترسموه بالمسطرة بي توصلوه بالمسطرة، وانا كمان هون بزيده. اني ماسكه الموبايل بايدها، هاي ضل زيده لوين؟ لحتى يلتقوا. تمام، هاي يلتقوا مشي حالي. شو بده يعني يسميها للنقطة؟ الرمز N. إذن المستقيم AR برسم مستقيم مار بين نقطتين A و R هيك، وبرسم مستقيم مار بالنقطتين B كمان هيك، وخبمدي لحتى يلتقوا. بس التقوا بنسمي نقطة التقاطع N. ارمز إلى نقطة تقاطع AB و BR بالرمز O. هلا أول شيء بدنا نشوفها للAP. AB نرسم مستقيم مار من AB. رسمنا المستقيم المار من AB. هلا بده المستقيم المار من BR. هي B وهي R، هي B وهي R. مثل ما أننا شايفين وين التقوا؟ هون. AB هذا هو المستقيم اللي اسمه AB. BR نقطة التقاء اسمها O.
وهيك بتكون خلصت تمارين الصفحة 25.